بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شخصية سنو مان رجل التلج بطريقة حلوة وبسيطة كده. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا أنا عندي هنا بلالين زي ما حضراتكم شايفين، بلالين صغيرة نفخاها ما تكونش كبيرة قوي، عايزة واحدة تكون أكبر من التانية، يعني يكون في اختلاف في الأحجام. جبت طبعا بكرة الخيط اللي هو بتاع الكنفال اللي حضراتكم شايفينه ده، على فكرة ممكن نعملها بأي خيط موجود عندنا، مش لازم نوع خيط معين. ابتديت ان انا الفه على البالونه الاول، ما حطيتش اي حاجه، انا بلفه الاول على البالونه بكميه كويسه كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. دي كده اول خطوه اللي انا بعملها، انا طبعا لسه ما بلتوش وما عملتش فيه اي حاجه. جبت بقى هنا غيره مخففاها بشويه من الميه، وهبتدي ان انا كده اللهم صل على النبي امشي الغيره على الخيط كله. عايزه ابل الخيط كله، ده اهم حاجه عشان يطلع معاكم مظبوط. طبعا انا هنا بفضل ان انا اعمل الخطوه دي كده بدل ما احطه في طبق ومبهدل الدنيا لا، كده بالنسبه لي انضف واحلى كتير في الشغل. ونفس الغير اللي انا هحطها، بدل ما احطها في ابلها يعني في الخيط الاول، لا انا كده كده هاخدها كده بالفرشه وهبتدي ان انا برضو ابل الخيط بتاعي كله، ده اهم حاجه عشان ان شاء الله ينشف معايا ويديني صلابه كده. دي برضو نقطه مهمه جدا في اي فكره بعملها بالخيط على البالونه. طبعا بعد كده ده كده بعد ما عملت الغيره وزعت الغيره كله بسندها على اي حاجه كده. عندي هنا دوت جليتر شفاف. طبعا هو مش باين معاكم، مش عارفه مش باين معاكم في التصوير طبعا عشان هو ابيض شفاف. فهبتدي ان انا كده ارش على البالونه بتاعتي، حابه بس يديني لمعه حلوه كده في البالونه، بس انا للاسف ان هي مش باينه في التصوير. بوزع كده شويه برضو الكلام ده قبل ما الغيره بتنشف. بعد ما دهنا الغيره بنرش عليه الجليتر. طبعا احنا ممكن نستغنى عن الخطوه دي. طبعا انا هنا بعملها بالطريقه دي، طبعا مجهزه البالونه التانية بنفس الطريقه. بعد ما البالونه نشفت معايا طبعا بنعلقها في اي حاجه كده بمشبك، في اي حاجه يعني ما يكونش جنب حيطه او حاجه تكون متعلقه في النص كده، باي مشبك او اي حاجه بعلقها لحد ما تنشف. جبت كده طبعا عندي هنا هو ما شفنا وطلعنا البالونه بالشكل دوت. عندي طبعا كورتين زي ما قلت لكم، واحده اكبر من التانية. بعد كده ابتديت ان انا اخد الكوره الصغيره. هبتدي ان انا كده علمت زي دايره، وهبتدي ان انا اقصها بالمقص بالشكل دوت. وبنشيل طبعا اي زياده من البالون والكلام ده كله. انا طبعا هنا بنفخوا البلالين الاول باحجام تكون زي ما قلنا في اختلاف في الاحجام. بعد كده هبتدي اثبتها على الاكبر شويه، هيبقى جسم السنو مان اللي هي الاكبر شويه. جبت غطا برطمان وابتديت ان انا هغلفه دلوقتي بالفوم. غطا البرطمان يكون مناسب او على قد الدايره الحجم بتاعي بتاع الكوره اللي هي من تحت، الكوره التحتانيه. طبعا بغلفه بالفوم بالشكل دوت زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن نعمل قاعده من الكرتون، بس الاسهل والالطف يعني الغطا برطمان. وهبتدي ان انا برضو طبعا انا مزودة عن حجم الارتفاع بتاع الغطا، وهدخل الزيادة من الداخل زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزة اعمل زي قاعدة متينة شوية تمسك لي الجسم اللي انا عاملاه. بعد كده طبعا بوزع شمع هنا بقى كويس، تكون شمع سخن. ابتديت اوزعه وهلزقه في القاعدة زي ما شفنا. جبت بقى هنا كوب من الاكواب الورقية اللي هو الصغير، وهبتدي ان انا طبعا وقطعة من الكرتون على قد دايرة الكوب، بس بنزود اللهم صل على النبي 1 سنتي زيادة. ببتدي ان انا كده هتلف على طوق الكرتون كله باللزق اللي هو الليزر. هلف طبعا برضو الكوباية والطوق اللي انا عاملاه دوت بنفس اللزق. ده برضو اسهل وابسط حاجة. ممكن نغلفه بقطعة قماش لو عندنا قطعة قماش شكلها لطيف كده، او ممكن بالفوم. بس انا بصيت ايه بيديني اللزق الليزر فيه لمعة حلوة كده. ان شاء الله تعجبكم. هبتدي ان انا بصوا مشيتها بنفس الطريقه اللي حضراتكم شايفينها ديت. وبعد كده هبتدي اثبت إيه الطوق اللي انا لفيته عشان يديني شكل الطربوش بتاع السنو مان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا انا عملت معاكم سنو مان قبل كده من كام فيديو فاتوا، كنت عاملاه بس عاملاه ومغلفاه مضيء من الداخل، ومغلفاه بالقماش الفرو، وعاملين له برنيطه من خيوط الصوف. هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في علامه الاي فوق. طبعا هنا جبت شرايط تزيين وابتديت الفها زي ما حضراتكم شفتوا. وبعد كده جبت هنا عندي اي ورد اي حاجه كده تديني منظر حلو للطربوش بتاعي.
بعد كده هنا عندي هنعمل الكوفية بتاعته. جبت هنا اللي هو القماش الفرو كان متوفر عندي، او اي قطعة تكون مناسبة تديني منظر حلو للكوفية بتاعته. هبتدي الفها حوالين رقبته كده ونربطها ونثبت الاطراف بتاعتها بنقطة شمع بسيطة في الجسم بتاع السنومان. فكرته لذيذة على فكرة، شخصيته حلوة جدا، وديكور بيبقى تحفة وفي نفس الوقت مبهج يعني. عشان كده انا بحبه وحبيت ان انا اعمله لكم، وكنت عاملاه معاكم قبل كده بطريقة تاني، فحبيت ان انا النهارده اعمله بشكل برضو مختلف. جبت هنا بعد ما ثبتنا كله زي ما انتوا شفتوا، انا هنا عندي ده غطا تلبيسة قلم. خدت منه جزء الصغير دوت، اي حاجة كده تديني شكل المنقار بتاع او مناخيره بتاع السنومان. ابتديت ان انا كده هلف عليه خيط باللون الاورنج. وهبتدي طبعا عندي هنا برضو دواير من عندي خرز الاسترسات لونها اسود، هعمل منها العيون وهعمل منها الزراير بالشكل ده. لو مش متوفر ممكن ان انا هقص دواير صغيرة جدا من الفوم دي، طبعا اقدر اعمل بيها العيون بتاعته. هبتدي كده طبعا عندي برضو جزء هنا اسود هنعمل بيها برضو الضحكة، نلفها كده زي نص دايرة عشان تديني الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهبتدي اثبت الانف بتاعته بالشكل دوت. طبعا هنا ده كده بصوا يعني ما شاء الله تحفة جدا ومبهج زي ما بقول لكم، وجميل وبسيط كمان مفيهوش اي حاجة. هنبتدي نثبت برضو الزراير بتاعته في الوسط بالشكل دوت. طبعا هنا بالنسبة للكوفية والطربوش بتوعه ممكن نختلف نغير في الالوان، اللون اللي تحبوه يعني، مش شرط احمر. هو ما شاء الله بيليق عليه الوان كتير. طبعا هنا برضو ثبتنا شريط تزيين في القاعدة، وده كده برضو الطربوش بتاعه وده شكله. طبعا هو كده انا لسه بقى هنا عندي دي اهم خطوة بالنسبة لي. طبعا الإضاءة هتخلي لي شكله ومنظره في حتة تاني خالص. انا هنا كده جبت فروع السيريا اللي هي الليد اللي هي ام حجرة، وابتديت ان انا ادخلها من اي ثقب موجود في طبعا في الخيط زي ما احنا شايفين في الجسم بتاعه، ودخلتها وهثبت القطعة بتاعته او المكنة بتاعته من ورا بنقطة شمع. بصوا معايا ما شاء الله شكله تحفة جدا بصراحة. النور خلاه في حتة تاني، بسيط سهل ديكور جميل ويعني مبهج زي ما بقول لكم. اتمنى ان يكون عجبكم. ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. شكرا ليكم والسلام عليكم.